السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في ثالث حلقة من برنامجكم رحلة بين السطور مع رائد الأفكار، حيث الكتاب وكوباية الشاي. ومكملين في كتاب قواعد الحياة، وهنبتدي النهاردة في القاعدة الثالثة. ولو انت مشوفتش أول قاعدتين خش على القناة، وطبعا ما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناة عشان تتابعوا الفيديوهات الجديدة أول ما تنزل، واكتبوا لي رأيكم في التعليقات واستفدتم إيه من الفيديو. القاعدة الثالثة بتقول، بس خلونا نفتح القلم الأول. اقبل بالواقع فما حدث قد حدث. جملة حلوة جدا. اقبل بالواقع، فاللي حصل حصل. الكل بيعمل أخطاء، وأحيانا بتكون الأخطاء دي أكتر خطورة، وفي الغالب بتكون الأخطاء دي عادة غير متعمدة أو شخصية. يعني الأخطاء اللي احنا بنعملها ديت بنسبة كبيرة بتكون مش متعمدة أو مش بتكون شخصية، وأحيانا قد لا يعي الشخص ما يفعله. ممكن ساعة غضب مثلا فتعمل مشكلة معينة وبتاع، فأنت بتبقى مش مستوعب إيه اللي أنت بتعمله. وده يعني أنه إذا أساء الأشخاص التصرف مع شخص ما، فهذا لا يعني بالضرورة أن الخطأ كان مقصودا. يعني لو في حد اتصرف معاك بشكل مش كويس او عمل غلطة معينة مثلا وهو بيتعامل معاك، فمش شرط ولا ضروري ولا اكيد ان هو في قصد ان هو يعمل معاك مشكلة او هو قاصد يعمل ده. خلي بالك من الحتة دي، لان احنا عقلنا متبرمج اوتوماتيكيا ان اي حد يعمل معايا مشكله فبيبقى قاصد. لا، قالك بنسبه كبيره بيبقى مش قاصد، وممكن اوقات يبقى قاصد، بس هو احنا هنا بنتكلم في الكتاب ان هو قالك مش بالضروره ان هو يكون قاصد انه يعمل معاك المشكله دي، ولكن كان نابعا من السذاجه او الحماقه او اي خطا بشري من اللي بنسقط فيه جميعا، من اللي بنقع فيهم كلنا. لقد اقترفوا خطأ في تنشئتك أو إنهاء علاقتهم بك أو ما شابه، ليس لأنهم أرادوا ذلك بل لأنهم لم يعرفوا طريقا آخر. يعني خلينا نقول كده ببساطة إن هو ممكن ناس عملت بعض الأخطاء مش علشان هم وحشين أو مش علشان هم قاصدين، لا، علشان هم كبروا وتم تنشئتهم من وهم صغيرين على الحاجة دي، أو طلع ما لقاش بديل. يعني مثلا انت مثلا في عندك اللون الابيض والاسود، انت مثلا طلعت في بيئه ما فيهاش غير اللون الاسود، فانت طول ما انت صغير بتكبر وانت شايف اللون الاسود بس قدامك، فما فيش بديل. واحد تاني طلع لقى الابيض بس ما شافش الاسود. وكذلك الاخطاء، ممكن واحد بيعمل اخطاء معينه علشان هو ما كانش عنده البديل، ولكن ده مش مبرر ان هو يعمل الخطأ، ولكن احنا بنفهم وبنحلل الفكرة في حد ذاتها علشان احنا نظرتنا للأمور تختلف. لأن الهدف من الكتاب ده هو انك تغير من طريقة تفكيرك بالقواعد اللي احنا بنتكلم فيها دي، علشان تعرف تعيش حياة سعيدة وناجحة. تمام؟ فإذا احنا هنا بنتكلم او بكلم حضرتك وبكلمني ان انا لازم استوعب الجزئية دي، ان اي حد عمل خطأ معايا او عمل مشكلة معايا مش ضروري ولا شرط انه يكون كان قاصد يعمل ده. تمام؟ وقال لك لو كنت عايز تتخلص من كل مشاعر الاستياء والندم والغضب، فتقدر انك تقبل بانك كائن بشري رائع بسبب كل الاشياء السيئة التي حدثت لك. لان اللي حصل حصل، ولازم انك تتكيف معاه. وبعدين ما تقعدش تحكم على الحاجات وانك تقول ده كويس وده سيء وده وحش، او تقول ايوه انا عارف ان في بعض الحاجات اللي هتكون بالطبع سيئة، ولكن الطريقة اللي بنسمح فيها للاشياء بان هي تأثر علينا هي السيئة. وقال لك انك تقدر تتحرر من كل الحاجات دي. ممكن انك تكتر هذا السوء بداخلك وكأنه حامض نفسي مر يشعرك بالمرض والاستياء، ولكنك بدلا من ذلك سوف تتحرر من الشعور بانك متضايق او زعلان، وتحتوي هذا السوء باعتباره تجربة ايجابية وليست سلبية. دلوقتي كلنا بنتعرض لمشاكل وبنقابل تحديات في الحياة، فهو بيتكلم دلوقتي ان انت اول حاجة لازم انك
ما تصدرش الأحكام على الحاجات اللي بتحصل لك أو المواقف اللي انت بتمر بيها، بانك تقول مثلا الحاجة دي وحشة، الحاجة دي كويسة، ايوه انا عارف ان الموضوع دوت او الشخص ده طباعه سيئة او كذا. لا، قالك غير نظرتك للحاجات دي. ما تشوفش ان الحاجة دي سيئة، لان انت لما بتشوفها ان هي حاجة سيئة او حاجة وحشة بيبقى عامل زي، عارف انت، كأنك شارب دواء مر بيبقى بيجري جواك كده، فانت حاسس بمرارته جواك. تمام. ولكن لو انت استوعبت ان الدواء ده او المرارة دي هي هتستمر لفترة معينة، وبعد كده هتروح المرارة وانت هتخف، يبقى اذا مش هتكره مرارتها. ركز معايا تاني، هقولك تاني. انت دلوقتي الدواء مر، بس انت لازم تاخده علشان تخف. كذلك المواقف السيئة اللي احنا بنتعرض لها او المشاكل اللي بتقابلنا في الحياة صعبة على النفس البشرية، ومش بقولك ما تزعلش وما تتضايقش، تمام، ولكن انا عايزك تغير نظرتك ليها. المشكلة اللي جايالي دي، تمام، انا هزعل شوية او هتضايقني شوية، اتقبل ده واتقبل ان اللي حصل، لان رفضك للحاجة اللي حصلت ده في حد ذاته هيتعبك. لانك مهما عملت سيناريوهات وتخيلت سيناريوهات مش هتعرف تغير حاجة فاتت او عدت. حلو. او انك تقول لو مثلا حصل كذا، طب انا كنت ممكن اعمل كذا وما كنتش اعمل كذا. ما تعملش ده، لان حضرتك بقى عندك النضج ده والفكر ده بعد ما حصلت لك المشكلة مش قبليها. يعني ايه؟ يعني حضرتك اتعلمت بعد ما غلطت او بعد ما حصلت المشكلة. قبل المشكلة انت ما كنتش تعرف الحتة دي لانك ما مرتش بالتجربة دي. لكن انت مثلا كنت سايق العربية وعملت خطأ معين فخبطت في عربية معينة او خبطت في الرصيف، فانت بعد الخبطة، وركز معايا، بعد الخبطة بتقعد بقى تفكر بس انا لو كنت جيت شمال شويه كده او هديت السرعه ما كنتش خبطت في الرصيف. فتقعد تفكر ان انا لا، لو رجع بيا مش هخبط في الرصيف كده. بس عايز اقول لك ان لو رجع بيك الزمن انت هتخبط في الرصيف، لان الزمن هيرجع بيك لو رجع بنفس الفكر والنضج والمعلومات اللي كانت عندك وقتها. مش هترجع بالمعلومات بتاعت النهارده ولا النضج اللي وصلت له بعد الحادثه، فاذا هتعمل نفس المشكله. لكن الفكره كلها تكمن انك تقبل اللي حصل، الحادثه اللي حصلت او المرض اللي جالك تقبله وتعديه وتقول ان هو دي حاجه كويسه، لان هي هتعلمني درس معين او هتغيرني للافضل او في حكمه انا هفهمها من الموضوع ده. زي لما بتاخد الدواء انت عارف انه مر وعارف ان طعمه مر، بس انت بتاخده علشان تخف، مش بتاخده عشان تتألم وتحس بمرارته. لكن لو انت بصيت له ان انت ايه المرارة دي وقعدت تركز في مرارة الدواء، فهتحس بالمرارة اوفر عن الطبيعي بتاعها، وممكن تحس ان هي طولت معاك في حين ان هي ما طولتش بسبب فكرك ورؤيتك ليها. لكن انت لو شفتها ان هو لا، دي هحس بمرارة شوية كده بس لازم اخدها عشان اخف، فانا حابب ان انا اخد الدواء رغم ان هو مر لانه هيخليني احسن، الحالة بتاعتي هتبقى افضل. وبيقول لك الكاتب هنا: لقد عانيت نظريا طفولة بائسة معوقة، وشعرت بالاستياء بالفعل لفترة من الوقت، وكان بيلقي اللوم في تنشئته الغربية على كل ما هو ضعيف أو مفتقد للروحانية أو سيء بداخله. ومن السهل جدا إنك تعمل ده، إنك تلقي باللوم على كل ما هو ضعيف وما تشيلش نفسك المسؤولية. حلو. ولكن بيقول هو: ولكنه بمجرد إنه قبل إن اللي حصل وإنه بوسعه إنه هو يسامح ويمشي في حياته لقدام، كل حاجة هتتحسن بشكل كبير. واختار واحد من أشقائه وإخواته على الأقل ألا يسير في الطريق نفسه، وبقي يستجمع مشاعر الاستياء ويجعلها تتراكم فوق بعضها بعض إلى أن اجتاحته تماما. وبيقول لك طبعا بين في جوه داخل المستطيل اهو، تمام، ما حدث قد حدث وأنت بحاجة لأن تتخطاه. أنت محتاج أنك تعديه. ركز معايا، اللي حصل والله مش هتعرف تغير اللي فات، ولكن
انت مطالب انك تتقبل انه حصل. ده اولا، ده نفسيا ودينيا، خلي بالك، لان الابتلاء لما بينزل انت قدامك حاجه من اتنين. لو بنتكلم كدين بقى، يا اما ترفض اللي حصل دوت فربنا يغضب عليك، يا اما ترضى فربنا يرضى عليك. وخلي بالك ان اللي ربنا رايده هيكون، سواء انت رضيت او سخطت فده هيعود عليك انت، وكده كده اللي ربنا رايده هيكون. فانت لما تغضب او ترفض اللي حصل ده مش هيغيره، ده مش هيغيره، بالعكس انت اللي هتبقى خسران نفسيا ودينيا. تمام؟ وهتبقى تعبان، صدرك متضايق كده من اللي حصل. انما لما تستوعب انه عادي، اللي حصل حصل وعدى، خلاص انا همشي في حياتي. ولكن اقول لنفسي لو الموقف ده حصل تاني انا مش هكرر نفس الخطأ ده في المستقبل ان شاء الله. فانا اتعلمت الدرس، وشكرا ان انا حصل لي كده عشان اتعلم اللي انا اتعلمته. لان لو ما كانش حصل ده انا ما كنتش هتعلم ده، وما كنتش هوصل للنضج اللي انا فيه النهارده. بيقول الكاتب بالنسبه له كان شيء اساسي ان لو انت عايز انك تجني المزيد من مباهج حياتي، او ان هو يحتوي كل الاشياء السيئه باعتبارها جزء مهم منه ومن المضي قدما في حياته، لقد كنت أريد في واقع الأمر أن تكون هذه الأشياء بمثابة وقود مغذي لمستقبلي، زي بنزين تمام بيغذيه علشان مستقبله، عشان يشتغل على اللي جاي ويحسن اللي جاي. شفت النظرة؟ ده كده بقى نظرته بقت بقى ايه، مش بس انه الحاجة دي عدت وخلاص هو ماشي في حياته، لا، ده خلاها دافع ليه عشان يتحسن في حياته اللي جاية ويبقى أفضل. تمام؟ وبيقول لك وبمثابة حافز لأنه يكون إيجابي إلى الحد الذي جعله لا يملك التصور أنه يكون بدون هذه الأشياء. بيقول أنه هو الآن لو حصل على فرصة لاختيار فإنه لن يسعى لتغيير شيء في حياته. أيوة، لما بص لورا حس كم كان طفل بائس في ظل تلك الحياة الصعبة اللي عاشها، ولكن هذه الحياة ساعدته بالقطع بل وصنعته. هو بيقول كده، وبيقول أعتقد أن التغيير قد وقع في نفسي في هذه اللحظة التي أدركت فيها أنه حتى إن استطعت أن أجمع أمامي كل الأشخاص الذين أخطأوا في حقي لن يكون بوسعهم فعل شيء لتغيير اللي عملوه، ولكن أقدر أن أنا أزعق لهم ووبخهم وعاتبهم، ومع ذلك برضو مش هيبقى في ايديهم حاجة عشان يصلحوها من اللي عملوه معايا واقترفوه معايا. أي أن عليهم أيضا أن يقبلوا بأن ما وقع قد وقع، وليست هناك وسيلة للرجوع إلى الوراء، ولكن فقط المضي قدما. ليكن هذا شعار في حياتك، واصل تحركك نحو الأمام، واقبل بالواقع لأن اللي حصل حصل. أشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله من برنامج رحلة بين السطور مع رائد الأفكار، وهنكمل بقية كتاب قواعد الحياة. أتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو ويكون في إضافة ليكم، وطبعا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو وتكتبوا رأيكم في التعليقات طبعا. ولو حابين طبعا تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم أو أصحابكم أو أي حد عزيز عليك، لأن الكلمة بتفرق والرسالة بتفرق. وصدقني مجرد ما تبعت له لينك سواء الفيديو ده أو أي فيديو تاني هو هيتبسط لأنك فاكره ومهتم لأمره. فعيشوا بإيجابية وغيروا نظرتكم للحياة، وسامحوا علشان انتم اللي ترتاحوا، مش علشان الشخص التاني هو اللي يستاهل.